السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة جايين نتكلم عن ماتش الزمالك ونهضة بركان وتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الرابع على التوالي. انجاز طبعا كبير. هنبدأ الأول بالكلام عن ماتش مانشستر سيتي وويست هام. الحقيقة إن أي حد بيتفرج على الماتش عارف إن بنسبة 99% السيتي هياخد الدوري، ولكن ليه ما تلعبش على ال1% الأمل؟ عشان في الدقيقة الأولى، بمناسبة ال1% في الدقيقة الأولى كرة تيجي لفودن يلعبها في المقص، واحدة من بتاعة ماتش ريال مدريد والسيتي. الماتش ده فودن جاب جونين ورودري جاب جون. بالنسبة لنا بيوصف حال السيتي السنة دي. أكتر اتنين كانوا مؤثرين في الفريق السنة دي وفي الفودن ورودريجو. بصراحة أصلا بقالهم كام موسم بيلعبوا أداءات استثنائية. رودريجو أخد حقه شوية، ولكن اللي مش أخد حقه بشكل كبير هو في الفودن. في الفودن يا جماعة السنة دي لاعب موسم خرافة. يعني الناس عمالة تتكلم على بالمر جايب 24 جون، ولكن في الفودن جايب حوالي 27 جون أو 28. بالمر جايب 7 ضربات جزاء، في الفودن ما جابش ولا ضربة جزاء، وجوانه كلها حلوة. واللعيب أصلا ليه ستايل وبيلعب في كذا مركز. هو لعيب فلتة 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 يعني، وهيبقى من أفضل النجوم في العالم في السنين الجاية. وعنده ستايل في اللعب كده غريب يعني. ده اللعيب الوحيد اللي شفته بيشوط ورقبته في حتة تانية. يعني هو بيشوط، لو حد بيتفرج على في الفود ان هو بيشوط هيلاقيه بيشوط ورقبته مثلا لسه هنا، لسه ما اتعدلتش مع الجسم. فهو لعيب خرافة ولاعيب مهاري، ولاعيب ليه ستايل في اللعب مختلف عن لعيبة كتير جدا. على الناحية التانية ليفربول طبعا كسبت 2-0 في وضعية يورجن كلوب. ويورجن كلوب طبعا الناس يعني اتكلمت عنه ما فيه الكفاية، ولكن في كلمة حابب أقولها، إن يورجن كلوب يعني لا محظوظ في الدوري، لانه نزل مع اجا في سنين بيب جوارديولا، ولا محظوظ في دوري الابطال لانه اول ما بيوصل كان بيقابل ريال مدريد في النهائي. حتى يعني ايام بروسيا دورتموند لما هو لعب وقدر يكسب ريال مدريد في نص النهائي ايام كان مع بروسيا دورتموند، قابل بايرن ميونخ في النهائي وخسر برضه. فهو يعني هو حظه سيء جدا جدا يعني. الله اعلم ايه اللي هيحصل مع ليفربول الايام الجايه. محدش عارف المدرب اللي هيبقى حلو ولا اي كلام، اللعيبه اللي هيمشي واللي هيقعد. ففي حوارات كتير هتحصل مع ليفربول السنه دي. اعتقد ان الانديه المستقره دلوقتي في الدوري الانجليزي هي مانشستر سيتي وارسنال. غير كده فالفرق كلها في خلل في شكل ما، وتقريبا ارسنال ومانشستر سيتي هما المنظومتين اللي هيبقوا مكملين الكام سنه الجايين. ننتقل على ماتش الزمالك ونهضة بركان. طبعا يعني الزمالك، جماهير الزمالك فاجئتنا بالعدد الكبير اللي راح. يعني عدد كبير جدا راح، حوالي أكتر من 80,000 مشجع كانوا موجودين في الاستاد. يعني هو لو اللي مسموح 80 فهم كانوا أكتر من 80. كان عدد كبير جدا موجود في الاستاد. الجماهير ما بطلتش تشجيع طول الماتش. الزمالك نزل يعتبر بأحسن تشكيلة ليه. عندهم كام لعيبة يا جماعة. يعني الزمالك اصبح عنده كذا لعيب، يعني يبني عليهم فريق، يبني عليهم اساس فريق. عواد في الجون. سيبك منه، انتوا الزمالك محتاجه تشوف حارس. عندكم في الدفاع ممكن تبني على المسلوسي وعمر جابر وفتوح. حسام عبد المجيد محتاج تجيب حد مكانه. تتمنى مثلا لما الونش يرجع يلعب هو جنبه، وحسام عبد المجيد تلجأ له كلاعب كلاعب احتياطي، لان هو ما بي يعني انت اي لاعب من اي واحد من جمهور الزمالك عارف اداء حسام عبد المجيد، بيغلط في اساسيات الكوره. وحتى فتوح النهارده كان بيلعب يعني بطريقه وحشه. ما كان ما كانش مركز، كان بيرتكب اخطاء كتير، فاولات كتير. المس باص عنده كان كتير جدا، وهو بيتقطع منه الكوره في مناطق حساسه في الملعب. عندك دونج، عندك محمد شحاته، لعيب رهيب رهيب. دول لعيبه هتبقى من مستقبل مصر السنين الجايه في خط النص. يعني هيعمل اداء حلو. متوقع له لا يعمل اداء حلو في اولمبياد باريس، وان شاء الله بعد كده يبقى مع المنتخب مع حسام حسن. ده لعيب لازم يبقى موجود في المنتخب بعد كده. امام عاشور، محمد شحاته، ودور بقى على كده كلام لعيب تاني. بس محمد شحاته لازم يبقى اساسي. عندك زيزو طبعا لا يعلى عليه. الناحيه التانيه طبعا الناس كانت عماله تقول طب ما تلاعب مصطفى شلبي ما دام جاهز. الحقيقه مصطفى شلبي بالكام دقيقه اللي نزلهم هو فعلا لا، كنت تبدا بنضاي.
نداي كان بيدافع احسن. هجوميا كان بيحاول يعمل اللي عليه. هو نداي يعني مستواه اصلا من ساعة ما اجا وانتوا عارفين مستواه قليل جدا، مش ده نداي اللي كان ايام وادي دجلة. الإصابات أثرت عليه وهو محتاج فترة في الملعب عشان يستعيد مستواه. الجزيري طبعا انت عارفينه، يعني الجزيري فجأة تلاقيه في الكرة بتاعت نضايا اللي الحارس صدها، هو طلبت معاه يعمل دبل كيك. يعني اخويا كان في الملعب بيقول لنا لو حسام عبد المجيد بطيخة سيف الجزيري هو كفر البطيخ بذات نفسه. لكن تعتبر ده افضل تشكيله لنادي الزمالك. نادي الزمالك بدأ الماتش ضاغط، بدأ الماتش عايز يجيب جون، وده اداء يعني ده حاجه تحسب لجوميز المدرب، ان هو كان من اول دقيقه حاطط تارجت ان انا لازم اجيب جون في اول الماتش عشان الماتش ما يتأزمش. هجمه ورا التانيه، هجمه ورا التانيه، فعلا الزمالك كان بيوصل، الزمالك كان بيحاول، ولكن كان ناقصه التوفيق والتركيز قدام الجون. لحد ما جت طبعا يعني احمد حمدي الصفقه اللي بصراحة مميزة جدا من ساعة ما جت، جاب جون مميز جدا قدام فيوتشر، ساهم ان هم يوصلوا النص النهائي، وجاب جون في النهائي يحسم لك البطولة. فجونين مهمين كوقت كوقت وكتأثير في الماتش. ولكن للأسف حظه السيء إن هو اتصاب. نتمنى إن شاء الله الإصابة ما تبقاش تأخر عن الملاعب كتير يعني. ولكن هي للأسف شكلها في الملعب يعني شكلها وحش، وهو كان حظه سيء جدا من أول ماتش، وهو كان من اللعيبة اللي مركزة، يعني هو وزيزو والمسلوسي دي كانت لعيبة مركزة جدا. طبعا يعني هو الزمالك يعتبر مش محظوظ، عنده محمد شحاتة اتصاب، احمد حمدي اتصاب، عواد اصلا مكمل الماتش وهو عمال يزك. وشفنا فيديو بعد الماتش لعبد الواحد السيد كان بيقول له استرجل، ما عندناش حد بديل. فيعني اللعبة كلها المجهود بتاعها ما أثرتش. ولكن من اللي باين ده، دي مش لياقة بدنية، ده ضغط. يعني اللي حصل في اللعبة ده بسبب إن هي مضغوطة، فالضغط بيولد إصابات. يعني كانت بتحصل مع أحمد الشناوي كتير، إن هو كان بيبقى الماتش بسبب إن هو مضغوط كان بيتصاب، بيحصل له تشنجات عضلية وبيتصاب وحاجات من دي. إنما دي مش عشان يعني أحمد حمد إصابة، محمد شحاتة وعواد ده بسبب الضغط اللي كان عليهم، او الضغط اللي هو إيه اللي هيحصل لو اجى فينا جون دلوقتي. ولكن في عز الضغط حقيقي حمزة المسلوسي كان هادي وعاقل وبيتعامل بخبرة. عندك احمد سيد زيزو لعب ماتش عالمي. احمد سيد زيزو فعلا هو افضل لاعب في مصر، او من افضل اتنين تلات لعيبة في مصر. كان في وسط من اللعيبة مش قادرة تتمالك نفسها، كان بياخد الكورة ويسحب، يعني ايه يسحب الفريق معاه لقدام، يكسب فاولات. بانت جدا في الدقيقة 86 لما خد الكورة ولقى نفسه لوحده وسط أربعة، قعد يحود على الطرف لحد ما أخد فاول وملبس اللاعب إنذار، غير الكارت الأحمر اللي لبسه في آخر الماتش. فهو كان لاعب مؤثر جدا في الماتش. في النهاية طبعا في الاستوديو التحليلي يعني كابتن هيثم فاروق قال لك انا هحاول اتمالك نفسي واتمالك اعصابي. في اللحظه اللي بعدها على طول راح قايل من قال ان كره القدم لا تبكي الرجال، وقعد يعيط. فيعني كان منظر غريب. والناحيه التانية المغربي اللي اسمه مش عزيز برشم ده ولا مش عارف اسمه ايه، قعد يصيح في الاستوديو كتير ويقول لك مش عارف هو ممكن مبقاش في حاجة بس المخرج ظلمنا، والاهلي والرجاء مش عارف سنة كام كان ايه اللي حصل. ايه يا عم، مفيش مبروك، ده ما قالش مبروك خالص، عادي. يعني السواد والصفار بان يعني. بصراحة المغاربة والتوانسة يعني ده طبعا لسه هنشوف صياح كابتن طارق زياب. يعني هو الاتنين دول حاجة فظيعة. يعني أي تونسي أنا بشوفهم بيحاربوا في الاستوديو على أي فاول ولا إنذار. يعني تحسهم بيساندوا اللعبة اللي في الملعب. يعني اللعبة اللي في الملعب تلاقيها بتستموت وتقع على الأرض والكرة ما فيهاش حاجة. وفي الاستوديو حتى المحللين بيساعدوهم، اللي هو الحكم ما كانش معانا، الظروف ما كانتش مساعدانا والكلام ده، والصياح بتاعهم يعني طرب. في النهاية طبعا يعني صحيح المغاربة بيتضايقوا، ولكن في لقطة يعني ناس كتير اتكلمت عليها، لقطة ياسين البحيري لاعب نهضة بركان اللي لقى دونجا كان هيقع على دماغه، فراح ماسكه لحد ما هدى وعرف ياخد يسند على الأرض ويقع حلو. ده يعني روح رياضية عالية جدا ويشكر عليها بصراحة، يعني لأن في لعيبة مؤذية
في لعبة مؤذية فعلا فعلا يا جماعة. وفي ناس بتلعب بالروح الرياضية لآخر لحظة. يعني حتى وسط الخناقة كان ياسين البحيري من اللعيبة اللي بتهدي، ولعيب شكله خلوق. فيعني تحية على جنب كده، دي بعيدا عن كرة القدم يعني. دي يعتبر لقطة الماتش بالنسبة لي. غير اللقطة التانية طبعا، الست اللي كانت بعد الماتش جاية تمسك الكاس، راحوا زقينها موقعينها يعني. صعبانة عليا بصراحة يعني. الست خدت تريقة بالهبل وهي ملهاش ذنب في أي حاجة. وفي النهاية ألف مبروك لنادي الزمالك. طبعا كان في ضغط كبير وإدارة حسين لبيب عملت شغل كتير جدا في الأيام اللي فاتت، وصفقات ومحاولة تخليص قضايا، ولسه قدامهم حوارات كتير. يعني هم جايين لهم مكافأة 2 مليون دولار، عندهم 2 مليون 400 هيدفعوهم لخالد بطيب، غير فلوس باتشيكو يعني. فيعني الله يكون في عونهم بصراحة. مبروك لنادي الزمالك، هارد لك فريق نهضة بركان. إن شاء الله يعني نتقابل في السوبر ونكسب الزمالك يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.